الدايت عندي في الشغل من اصعب الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها. مش عشان انا شخصيا، انا ضعيف ساعات وبضعف، انا عادي جدا، انا محمود الهيتي وبضعف. بس مش ده بس لوحده. تعال اوريك ليه. يعني اول ما تخش المطبخ هتلاقي دي كده قدامك، فيها واحده متبقيه. المحطه اللي انا فيها هنا حاطين الحاجات بره، بتدفع وكل حاجه. دي الحاجه الوحيده بس اللي المطبخ اللي انت تدفع لها، بس موجوده بره يعني. طبعا احنا دي حاجات الناس جايباها لنا، كنا عاملينها في البيت عشان احنا خدمناهم كذا مرة يعني. بس ف... فعشان كده الدايت في المحطة هنا عندي بيبقى صعب. هو الحمد لله دي مش المحطة اللي أنا بشتغل فيها على طول، دي محطة بس أنا النهاردة شغال فيها. المغريات كتير، ف يعني مفيش حاجة بتيجي سهلة. فأنت لو عملت دايت أو بتقلل السعرات الحرارية بتاعتك واللي حواليك عاملين حاجة تانية مختلفة، حاول تاخد بالك أو تعمل حاجة تساعدك في هدفك. أنا شخصيا شوربة الخضار والسلطة أو الخس دول لازم معايا على طول. أي وقت بجوع أو أي وقت مثلا بحس إن أنا نفسي هتفني على حاجة مش موجودة في الدايت، لازم باكل سلطة أو بشرب شوربة فراخ. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله.